السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطال تالتة ثانوي دفعة 2025 مكملين حل مع بعض كتاب سبيشال إن إنجلش. زي ما احنا بنفنش الليسون 1 and 2 في يونت 1، ماسكين الدرس الأولاني والتاني في يونت 1 لحد دلوقتي تقطيع، مش سايبين فيه أي جزئية سواء كان كلمات أو جرامر. بنوفر عليك تقعد بقى تسمع فيديوهات وتسمع ايا كان، تمام، وتقعد تسجل وتكتب. ايه الكلمات موجودة قدامك والجرامر موجود قدامك، ما فيش حاجة مطلوبة منك غير بقى انك تقعد وتذاكر. ركز بقى معايا، لسه شغالين على الهابتس ان ذا باست، العادات في الماضي. ارجع للفيديوهات اللي قبل كده عشان تقدر تتابعنا وتفهمنا. قلنا شغل العادات مع الفاعل العاقل، مع الفاعل ايه العاقل. قلنا قبل كده يوز تو زائد المصدر، تمام. لكن لو شغلت هنا اما واذا وار، خلي بالك الفعل العاقل اهو، شغلت معاه اما واذا وار يوزد تو، هنا الفعل ينزل اي ان جي وبديله اسم او ضمير، اوكي. لكن لو شغلنا جيت جيتس، جرو جروز، تمام، بيكام بيكامز، يوزد تو، يعني ممكن اشيل ام از ار واحط مكانها المجموعه دي، يبقى بدا يتعود على الحاجه دي، بدا يتعود على ايه الحاجه. برضو نفس الفكره، هنشغل الفعل بعديه اي ان جي او ايه بديله اسم او ضمير، اوكي. شوف الجمل اللي عندي هنا، بيقول لك I am used to getting up early، انا يا عم متعود اصحى بدري. We are used to the noise، ادي اسم اهو، متعودين يا عم على على الضوضاء دهيت اللي هي من الترافيك. طب I just can't get used to waking up early، مش قادر اتعود على الصحيان ايه بدري. طيب بص بقى كده، لو شلنا الفعل العاقل ده وحطينا غير عاقل مع ام از ار، حتى لو was were ويوزد هنا تو مصدر. طب عايز اشغل اي ان جي، هغير حرف الجر تو الى فور، يبقى فور اي ان جي. اذا دي اصبحت صيغه مجهول، بمعنى ايه يستخدم ليه او فيه. لازم الفاعل هنا يبقى غير عاقل واصلا مفعول، واصلا ايه مفعول. يبقى اقول لك knives اللي هي السكاكين are used to، تستخدم في، تقول لي to cut او for cutting، اوكي. وخلي بالك ان used ممكن اشغلها بمعنى شيء قديم او مستعمل. يعني she gave us her used baby clothes، ملابس الطفل بتاعها القديمة او المستعملة. ماشي الحال، يا رب تكون الفكرة وصلتكم. بص بقى، الجزء الثاني هنا بنتكلم على الانريال باست، الماضي الغير حقيقي. يعني ايه ماضي غير حقيقي؟ يعني ايه احنا عايشين في المضارع دلوقتي، فبفترض حاجه، بتمنى حاجه، تمام، غير اللي احنا عايشينه دلوقتي، فبنشغلها ماضي بسيط. طب لو موقف حصل في الماضي وبفترض عكس اللي حصل في الماضي، يا ريت كان حصل كذا او ما حصلش كذا، يبقى اصل الماضي البسيط ارجعه زمن تاني، يبقى ارجعه درجه، يبقى ماضي تاني. مش فاهم حاجه يا مستر. بص الثلاث تعبيرات دول، I wish, if only, I'd rather, it's a high time, it's about time, it's time، وشغل لك بعديهم فاعل تاني. يبقى شرط القاعدة ديت يبقى عندي فاعل ايه تاني، لان لو مفيش فاعل تاني مش هينطبق عليهم القاعدة دي. طب يا مستر لو في فاعل تاني وبفترض عكس اللي انا عايشه دلوقتي في المضارع، فبعلى بالفعل المضارع دوت درجة، رجعه درجة، يبقى past simple. وممكن تلاقي عندك دلالات على المضارع. ايه يا مستر الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا حبيبي ماشي، بص معايا. we wish we were younger، هنا الاجداد دول تمام كبار في السن، فبيتمنوا لو هم كانوا ايه شباب. اذا التمني هنا عكس اللي هم عايشينه، but we are old about but we aren't. ماشي الكلام ده، هيكملوا ايه الكلام بتاعهم، يبقى هم اصلا old او هم aren't young، مش هم صغيرين. ده الحقيقي، ده الفعل الحقيقي، يبقى ده الفعل المضارع. فبفترضه بعد وش if all وإد rather في الماضي البسيط، اوكي. طب شوف الجملة التانية اهو، I'd rather في فاعل تاني، يبقى ماضي بسيط إشارة للمضارع. I'd rather ما cooked زميل، تمام. يا ريت الحاجة تيجي هي ايه تطبخ مكاني، أنا مش فاضي، أنا ورايا حاجة، تمام. إذا معناها إنها هي ايه but she doesn't cook، هي مش هي اللي بتطبخ دلوقتي. طيب الجملة هي it's time, it's high time, it's about time. علي went on a diet، يا ريت الواد علي يخس شوية. إذا هو إيه؟ هو مش بيخس، هو مش عايز يخس، أو هو مش شغال على الخسسان دلوقتي، تمام. عشان كده كل الأفعال ديت أصلها مضارع، فعلناه درجة، خلناه ماضي بسيط، ماضي غير حقيقي. نفس الكلام لو انت بتفترض عكس اللي حصل في الماضي، هشغله ايه ماضي تام، يبقى هاد تصريف تاني. وهتلاقي عندك اشاره للماضي البسيط اللي هو الفعل الحقيقي ماضي بسيط، ورجعناه درجه ماضي تام. خلي بالك
المثبت منفي والمنفي مثبت عشان احافظ على معنى الجمله. يعني ايه يا مستر؟ يعني I wish I ادي الفعل التاني اهو had bought the car last year. استنى يا مستر، ده last year دي ماضي بسيط. فعلا كلامك صح، بس عندي I wish فاعل تاني، يبقى هفترض عكس اللي حصل. بقول يا ريتني كنت اشتريت العربية، يبقى الفعل الحقيقي ان انا ايه؟ I didn't buy the car، ولازم اشغله ماضي، يبقى ده الفعل الحقيقي، فبشغله بعد wish و if only. تمام. و I'd rather و it's time او high time او time it's time فاعل تاني فشغله ماضي تاني. اوكي. طب يا مستر لو ما عنديش فاعل تاني، يبقى على طول هنا بقى هطبق القاعدة دي، مفيش فاعل تاني بعد I wish و if only يبقى to مصدر، it's time to مصدر، I'd rather مصدر، وعايز تنفي حط not قبل المصدر، not قبل to، not قبل to. اوكي. I wish to travel the world around the world. عايز انفي يبقى not to travel. It's time to go home، دلوقتي المفروض نروح البيت، او not to go. I'd rather have breakfast او not have a breakfast. تعال نطبق بقى الكلام ده. The website advertise بيعلن عن السيارات القديمة أو المستعملة، يبقى used. كثير من الورق يستخدم في السكول بوكس، هنا يبقى مجهول لأن فاعل غير عاقل، يبقى is used to make، ولو في is used for making هشتغل عليها. تمام، لكن هنا شغالة لك صيغة الجمع فمتضحكش عليك. هنا الجملة ديت أصلها مضارع، يبقى it's time we فعل تاني اهوت يبقى studied. الجملة دي أصلها ماضي مديني إشارة للماضي، يبقى على طول في فاعل تاني يبقى أقول له had attended the meeting. awful party حفلة فظيعة، يبقى معناها يا ريتني ما كنت جيت، يبقى hadn't come، يبقى أنا رحت. تمام، عشان إيه اللي أعرفك إن هي اللي أنت رحت؟ عشان بقول عليها awful. if only فاعل تاني اهوت، والجملة ديت اصلها ماضي، يبقى على طول hadn't eaten، ده انا مش قادر اتحرك، يبقى انا كلت كتير، كلت. اوكي، المعنى هنا يقول لك ماضي. I'd rather في فاعل تاني اهوت، chocolate cake for my birthday، يا ريتك ما تعملي الحاجة ديت، انا حابب الفانيليا، يبقى لسه هتعمل، يبقى didn't ايه make. it's time يبقى على طول لسه قلنا high time او about time. I never wish في فاعل تاني مفيش يا مستر، يبقى على طول تو زائد المصدر. I regret selling ندمان على بيع العربية لأنها كانت عربية ايكونوميكال موفرة. تمام. والسبير بارتس بتاعتها قطع الغيار بتاعتها available متاحة أو متوفرة، يبقى أنا I wish I إيه، خلي بالك أنا بقول لك أنت ندمان على بيعها، يبقى أنا يا ريتني ما كنت بعتها ولا يا ريتني كنت بعتها، يبقى همت هنا hadn't sold. أوكي، ما ينفعش نقول له هنا اسمه. I wish I they only made me angry أغضبوني، يا ريتني ما كنت استمعت ليهم، يبقى هنفي أقول له hadn't listen. أوك، ها معايا ولا تهت؟ بص الجملة دي I'd rather use this car it's a bargain، ده صفقة، أنت اشتريها على طول. في فاعل تاني يبقى هنا بتكلم مضارع ماضي. I am exhausted I'd rather في فاعل تاني مفيش، يبقى not go out this evening لأن إيه exhausted ده. I wish I were rich بتمنى لو انا كنت غني، يبقى في الحقيقة ان انا ايه but I am not، ان انا مش غني. if only he had helped me يا ريته كان ساعدني لما wanted his help، لما احتجت مساعدته، يبقى ده معناها ان هو ايه ما ساعدنيش. خلي بالك هنا ده ماضي تام، يبقى الفعل الحقيقي كان ايه ماضي بسيط. قلنا المثبت منفي والمنفي مثبت عشان احافظ على معنى الجملة. طب هنا I wish I hadn't bought those shoes، يا ريتني ما كنت اشتريت الشوز دهوت، إذا ده بيشير إلى إيه؟ إلى حاجة حصلت في الماضي، يبقى أنا bought الشوز. I wish I had known about the noise before I booked the hotel، ده معناها إن أنا إيه؟ يا ريتني كنت عرفت عن الضوضاء دهوت قبل ما أحجز الفندق دهوت، يبقى أنا ندمان على الحجز في الفندق لأن خلاص أنا قاعد وعارف الدوشة أو سامع الدوشة اللي حاصلة. All the best، تابعنا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.